إذا هذه هي الصورة الأولية لعملية إطلاق النار قرب بيت حنينة في مدينة القدس، قرب نبي يعقوب. 7 قتلى بحسب المعلومات. هناك معلومات أخرى في المصادر العبرية تقول بأن هناك 5 قتلى في صفوف المستوطنين. فلسطيني أطلق الرصاص من سيارة مسرعة باتجاه كنيس تابع للمستوطنين قرب بيت حنينة. الحديث عن 7 قتلى حتى هذه اللحظة، وهناك تعزيزات عسكرية كبيرة لجيش الاحتلال تصل إلى المكان والشرطة إلى المكان. الهجوم، العملية وصفت بالحرجة والصعبة جدا بحسب التحليلات على المصادر وعلى الإعلام العبري. هي عملية جاءت نوعية في وقت حرج. كانت نفذت إسرائيل يوم أمس عملية عسكرية على جنين، قتلت 10 فلسطينيين، وكانت هذه العملية جاءت عقب استشهاد 10 فلسطينيين في مدينة جنين. اليوم القدس كذلك فقدت يوم أول أمس شاب في مخيم شعفاط في مدينة القدس 16 عاما، وتم تكريم قاتل الطفل محمد علي. الآن عملية في مدينة القدس في قلب النبي يعقوب قرب بيت حنينة. 7 قتلى في صفوف المستوطنين حتى هذه اللحظة. العدد قابل للازدياد بحسب الإعلام العبري. صورة الأوضاع باتجاه التصعيد والتوتير الأمني الكبير في ظل العمليات العسكرية للجيش في مخيم شعفاط. نشاهد الآن مواجهات عنيفة جدا قرب معبر المخيم. الأوضاع باتجاه التصعيد في أنحاء متفرقة من الضفة والقدس. مواجهات كبيرة في